يا أصدقائي، استعدوا لرحلة جديدة عبر الزمن. هنسافر فيها علشان نشوف واحد من أعجب معابد مصر القديمة، معبد الدير البحري، معبد الملكة العظيمة حتشبسوت. على الضفة الغربية للنيل وفي قلب جبال طيبة، الملكة حتشبسوت قررت تبني معبد محدش شاف زيه قبل كده. معبد جزء منه مبني عادي وجزء تاني منحوت جوه الجبل نفسه. الملكة قادت مشروع ضخم. العمال والمهندسين اشتغلوا سنين طويلة علشان يطلع قدامنا مبنى عظيم، 3 أدوار فوق بعض بتربطهم سلالم طويلة وصفوف من الأعمدة العالية، كأن المعبد طالع من قلب الجبل. ولما بندخل جوه بنلاقي حاجة مدهشة. الجدران هنا بتحكي قصص، مش رسومات عادية، دي حكايات محفورة في الحجر من أيام الفراعنة. أول حكاية قصة الولادة الإلهية. النقوش بتقول إن الإله آمون رع اختار حتشبسوت عشان تحكم مصر، وعشان كده كانت بتتصور بلبس الملوك وباللحية المستعارة علشان تثبت للكل إنها فرعون قوي. الحكاية التانية رحلة بلاد بونت المشهورة. دي رحلة بحرية طويلة الملكة بعتتها للبلاد البعيدة. النقوش بتورينا السفن وهي راجعة بالهدايا والكنوز، أشجار بخور، ذهب، خشب أبانوس وحيوانات غريبة، لدرجة إن الملكة زرعت أشجار البخور دي في فناء المعبد. حتشبسوت نفسها كانت واحدة من أقوى حكام مصر القديمة، اهتمت بالبناء والتجارة والسلام، وسابت لنا آثار لسه مبهرة لحد دلوقتي. وفي نهاية رحلتنا لما نبص على المعبد من بعيد هنشوفه واقف بثبات، كأنه لوحة منحوتة في الجبل، بيحكي حكاية ملكة عظيمة، واحدة من أعظم حكام مصر عبر التاريخ.